السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأول أسأل الله أن يعز اليمن وأن يخرجنا من هذا الوضع اللي احنا فيه، وأن تعود المياه إلى مجاريها. ثانيا هذه القصة لشاعر يمني في السعودية، طبعا هو مغترب من مدة بسبب الحرب، نزح للسعودية وذهب يدور على عمل. وأنتم تعرفون الحرب كيف شردت نص الشعب اليمني، كلهم هيجوا السعودية يدوروا على عمل. الأخ هذا بيشتغل عند واحد بدوي، جو عنده ضيوف وهو مش موجود. البدوي هذا مش موجود في اليمني، قام يجهز القهوة ويجهز كل شيء وقدمها للضيوف ورحب وسهل واعتذر منهم أن الكفيل مش موجود عمهم وباي يرجع وقاعدين سوا. ورجع قام عند الدلة يصب قهوة ثانية ويصلح القهوة من جديد. جاء ابن الكفيل دخل سوى حاله كذا ورحب بالضيوف وجلس معاهم، وقام ينادي عليه القهوجي جلنا الدلة وصب لنا شاي وصب للضيوف، يعني كذا بسخرية. فكتب كلمات يقول في القصيدة: أنا اليماني الذي ما خنت ميثاقا ولا انحنيت ورايتي خفاقا، أنا من التبع والأسود وموطني كان الحضارة والمدى البراقة، لكنني لما تسلط مقصف وغراب حرب أسقط الأحداق، هجرت قهرا عن بلادي واكتوى قلب الكرامة غربتي أوراقا، فأتيت دارا لا تخيب ضيفا فتحت لنا الأحضان والأحداق، دار السعودي ملاذنا ومقامنا وهم في الملمات الأمل براقا، فجزى المليك ومن رعاه وسائرا شعب المروءة ما جزى الإحسان راقا، لكن ويح القلب يؤذيه امرؤ ما قد فهم قدر الكرام فشاقا، صاببت قهوته بطيب نية فأهانني وسخرته أخلاقا، قال القهوجي وفي فمه الهوى ريح الجهالة والسفاهة ساقا، أما علمت بأنني من أمة تهز بهمته الجبال سباقا، أنا اليماني الذي إن قال قامت أصوات أحرار وأسرار شقاقا، فالسيف يهدي في السلام محبة لكن إذا شتموا يصير عتابا، نحن اليمانيون لا نرضى الخنا ولنا في الكرامة ديننا وكتابا.